من كل شكل ولون جايين ضيوف على مصر، أجمل بلاد الكون وآثارها مالها حصر. فرعوني، قبطي، إسلامي، تشهد على كل عصر، وإيدين بالود ممدودة بتقولك نورت مصر. نورت مصر منين ما تروح، مصر الأصيلة، مصر الجميلة، وجوها بيرد الروح. نورت مصر بلاد طيبة، مصر الهرم، أهل الكرم وقلبهم مليان طيبة. نورت مصر. My name is Graziella. I come from Italy. I have traveled a lot in my life. I have visited many countries like Syria, Israel, Jordan, Lebanon. I mean, because I like very much these countries. I have lived for 5 years in Vietnam. So I could also visit many countries in the Far East and get in touch with the different cultures. It is my first time in Egypt. I have tried to come many times, but it was not possible. So this time, at last, I'm here, and I'm very happy to know and to see all the wonderful things that these countries have. I arrived 2 days ago, and I have been to visit the pyramids. I went to Giza, Saqqara, and today it's my first visit in Cairo. We have visited many mosques, and now we are here. I like very much Kankalili area, and I'm very curious to see many other things. Tomorrow I'm leaving for Luxor. I will stay there for 5 days, and then from Aswan I will be back to Cairo, and I will finish visiting it. I'm very curious to visit the Egyptian Museum, especially now that it has been located in a new museum. I like very much Egyptian people. They are very nice and they are kind, and they are sometimes similar to the Italians, especially from the south of Italy. We like to speak with people and to know the local way of living. About the food, I haven't tasted too much up to now, but I'm very curious and I'm very
happy to taste new, to have meals like local people have. I hope to stay here. I would like to live here for a long period so that I could understand better this culture. Thank you so much, and I'm happy to be here. مصر الجميلة بتناديك وكل ايد ممدودة ليك، ويا رب يبقى الجاي خير وأمان. سحر الطبيعة هرم ونيل وسهر وليل غير أي ليل، وعيون بتضحك ليك في كل مكان. بحر وسمح سحر وخيال على أرض الجمال، ما خطرش يوم عالبال. بحر وسمح سحر وخيال عرض الجمال، ما خطرش يوم عالبال. بحر وسمح سحر وخيال أرض الجمال، ما خطرش يوم عالبال. بحر وسمح سحر وخيال أرض الجمال، ما خطرش يوم عالبال. مرحبا بحضراتكم في منطقة آثار باب الوزير الدرب الأحمر، اللي احنا عارفين سميت بالدرب الأحمر ليه؟ عشان المشهر اللي موجود على واجهات العماير الأثرية اللي موجودة هنا. هنتكلم عن مدرسة غاية في الأهمية والشعب المصري تقريبا كله عارفها، مدرسة خاير بك، وهو خاين بك للعلم، سمي بخاين بك من قبل سليم الأول اللي هو وقف معاه ضد السلطان المملوكي علشان يدخل مصر وبقى الوالي أو الحاكم الأول لمصر من قبل الدولة العثمانية. المدرسة دي رغم ان هو خاين إلا ان المدرسة بتاعته جميلة جدا. أول ما تدخل حضرتك من باب المدرسة هتلاقي عتب مصري قديم وليس عتب فرعوني. فرعون ده اسم شخص، وقال فرعون أليس لي ملك مصر، ففرعون ده اسم شخص، لكن عتب مصري قديم وعليه كتابات فعلا مصرية قديمة. بعد كده بتدخل حضرتك لصحن المدرسة. المدرسة لو بصيت فيها جميلة جدا، الماربل الرخام اللي موجود في الأرض والزخارف بتاعته والوزارات الرخامية اللي موجودة حوالين المدرسة غاية في الروعة والجمال. هتبص هتلاقي 4 عقود، عقد اللي هو عامل كده ادي عقدين وادي عقدين، ايوان سدلة سدلة. هتبص الناحية التانية هتلاقي مقصورة. المقصورة دي كان بيستخدمها ليه؟ خاير بيك طبعا عارفين ان هو خاين، فكان عامل المقصورة دي ليه؟ هو اللي كان بيصلي فيها، والنساء كانت بتصلي فيها برضو في بعض الأحيان. المدرسة دي لو بصينا قدامها هنلاقي مكان كده زي مرقد، مكان مرقد في الواجهة الجنوبية الشرقية قدامه مصاري. المكان ده ايه؟ ده البونز، العظام اللي اتجمعت من المكان ده كله واتحطت في المرقد ده. فهو في مرقد قدام المدرسة بتاعته. طبعا بنى سبيل وكتاب فوقيه. السبيل ايه؟ السبيل
السبيل مساحه بتبقى مربعه او مستطيله او مستديره، تمام، بيشغل فيها واحد اسمه المسبلاتي. المسبلاتي ده بقى ليه مواصفات لازم تكون متوفره فيه علشان يشتغل في المكان ده. ايه هي المواصفات دي؟ حسن المظهر، نظيف الثياب، طيب الرائحه، حسن الكلام. لازم الحاجات دي تكون متوفره فيه عشان يشتغل في المكان. لان انا لو رايح اشرب من حضرتك، انت جاي لي فبتقول لي عايز اشرب، لو لقيت شكلي وحش هتقرف مني. لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم، لكن لما يكون شكلي وحش وانت تشرب مش هتشرب. لو انا ريحتي وحشه هتجيب سمعه للمكان السبيل ده بتاع الامير خير بيك، ده في واحد ريحته وحشه هناك، فما تجيش تشرب منه. السبيل الصهريج بتاعه ما زال قائم حتى الان، لكن ما فيهوش ميه. الصهريج موجود، لو دخلت جوه هتلاقي الصهريج موجود، او البئر بعمق 9.5 متر. بنحط الجردل جوه، بنرفع الميه من خلال حبل، الحبل بحطه على حوض، بتمشي بعد كده في بايب ماسوره، الماسوره بتنزل على الشازروان. الشازروان اللي جوه ده شكله جميل جدا، غايه في الابداع. مصر الجميلة اللي يجيلها يعشقها من بعد ثواني، ونسابها ساعة يحنلها، ما هو فيها عاش أحلى معاني. ومسيره يرجع يوم ليها، صدق اللي قال كلمة عليها، اللي بيشرب من نيلها لابد يرجع من تاني. نورت مصر.